انا كنت لسه بلبس عشان نازل الجيم، وجات في بالي حاجه قلت لازم اكلمكم عنها. انا على طول دماغي بتوفر ثينك في حاجات كتيره قوي، وانا بلبس وانا في الحمام وانا بستحمى وانا نازل العربيه في الاسانسير بتلاقيني على طول بفكر في حاجات كده كتير. قلت يا لو انا اشتريت الفيلا دي ليا ولعيالي هيبقى عايشين احلى عيشه في الدنيا ومش محتاجين اي حاجه تانية. ففجاه لقيتني برد على نفسي، وده طبيعي بيحصل، بتلاقي عندي في شخصين جوه بيردوا على بعض. بيقول لي انت عبيط يا ابني، ده انت المكان اللي انت عايش فيه النهارده ده من سنتين كنت بتقول عنه نفس الكلام. ايه تعبان في دماغك ولا ايه؟ فافتكرت ان في تجربه قريت عنها اتعملت على الاف البشر في مختلف المستويات الماديه ومختلف انحاء العالم عشان يشوفوا مستوى رضاهم عن حياتهم عامل ازاي. اكتشفوا ان غالبيه الناس السويه نفسيا مستوى رضاهم عن حياتهم تقريبا 7 من 10 او 8 من 10، سواء الشخص ده بيعمل 200 دولار في الشهر او 200 مليون دولار في الشهر. الناس دي كانت الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم متوفره، اكل وشرب يعيشوهم، بيت عايشين فيه، ومش بيعانوا من اي امراض مزمنه. فقلت سبحان الله ان ده من لطف ربنا بينا ان هو عمل حاجه زي كده. فندرك ان وصولنا للليفل المادي العالي قوي ده هو مش هيخلينا اسعد من اللي احنا فيه النهارده، فنبدا ان احنا نسعى ان احنا نوصل له، ما نروحلوش بطرق غلط، ونحاول نتبسط على قد ما نقدر واحنا في الطريق ده. وسواء ربنا كرمنا وصلنا ليه تمام، ما وصلناش احنا برضو تمام، لان شعورك النهارده وانت راكب عربيه كحيانه هيبقى نفس شعورك بعد سنه وانت راكب عربيه مرسيدس، هيبقى نفس شعورك بعد سنه لما تابجريد المرسيدس وتجيب العربيه البنتلي. لان في كل مستوى من دول في حاجه اجمد، ما في بعد البنتلي بوجاتي، وفي بعد البوجاتي اليخت، وفي بعد اليخت البرايفت جت. وحتى لو انت وصلت لمستوى بقى اعلى من كل اصحابك او قرايبك، لما تروح مكان جديد في كوميونتي جديد هتلاقي فيهم ناس بتعلي عليك. لسه شايف فيديو من كام يوم لناس بتبص على جارهم اللي بيركن الطياره بتاعته فوق الفيلا بتاعته، وهم بيقولوا يا شوف دول الاغنياء مش احنا، وهم راكبين عربيه لامبرجيني اورس. فمن الاخر وانت بتسعى عشان خاطر تحسن حياتك اكتر، افتكر ان الفلوس الكتيره قوي مش تخلي سعادتك في حته تانيه. فركز ان انت تتبسط وما تعملش اي حاجه غلط في سبيل ان انت تعمل فلوس اكتر. وبس كده. انا كريم حنفي، سلام.